أعزائي المشاهدين متواصلين مع العلم معنا اسمه هذا مع الكابتن. ندري كابتن بس وش اسمه؟ كابتن خالد. خالد مين؟ خالد شوف اخر الزوم هنا. معنا الكابتن أعزائي المشاهدين الكابتن خالد الحازمي، لاعب طبعا خانة يلعب خانة المحور. حيا الله أخوي خالد. الله يحييك ويعطيك العافية. شو أخبارك بالصحة؟ بخير يا رب لك الحمد. كريم وش عندك؟ والله هذا يقطع المويه ورا، يقطع الكهرباء ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله الله يعطي العافية. كيف الحال وش الأخبار؟ والله بخير الحمد لله. طيب بسألك أستاذ خالد، كيف كانت بداياتك في كرة القدم؟ في بعض اللعيبة يقولون ترى بدايتي كانت صدفة، فما أدري كيف كانت بدايتي؟ لا تقريبا ما هي صدفة، هي يمكن أنا سجلت في النادي تقريبا وأنا عمري 13 سنة. يعني عن طريق ولد خالتي جابني، يعني أنا كنت حابب، يعني كنت أعشق الكورة، كنت حابب ألعب في نادي الوحدة. فجيت عملت تجربة يمكن تقريبا 3 أيام 4 أيام وقطعت بسبب الدراسة. وبعد كذا يعني المدرب كان يدور وراي لما رجعني مرة ثانية بعد شهر تقريبا. ما شاء الله. طبعا استمرت مع جميع الفئات؟ ايوه الحمد لله. يعني لعبت 3 سنين ناشئين، 3 سنين شباب، وفريق اول عاد. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب أيضا كريم تعال، ايش فيك من حالك؟ الحين ما ادري ايش الخطة. طيب ابغاك كذا تذكري، طبعا اتوقع ان قد مرت عليك مواقف كثيرة كذا، موقف طريف ما تنساه سواء في النادي او خارج النادي. والله دحين شيء ما يحضرني في النادي موقف، خلينا افتكر. تعرف مين ولا مين؟ احرجناه يا عدنان احرجناه. لا انا اقول لك اول موقف، بما انك هذا في اول موقف يعني صار لي في النادي. انا قلت لك طبعا قبل شوي ان انا جيت عملت تجربه يمكن حق يومين وغبت. صحيح. طبعا انا جيت اول يوم، ثاني يوم تمرنت، فكان عندنا مدرب، فوسط التمرين طبعا كنت عمري 13 سنه. تقريبا وقت اولى متوسط. لا 13 سنه تقريبا. فالمدرب في لاعب يعني كان زميل لي اسمه وليد الانصاري، يعني غلط في كوره وحاجه زي كذا، فالمدرب صار يصرخ عليه يعني بصوت عالي وزعق، فهذا السبب اللي خلاني يعني وقطعت ما عاد جيت. فبعد شهر رجعوني يعني من لما دوروا علي ورجعت. يعني موقف صراحه خفت من الضرب ولا؟ ايه قلت انا شكله فيها ما دام فيها خصام زي كذا شكله فيها ضرب، وما عاد جيت بعدها قطعت. وبعدها صراحه كلمنا وصلك موقف زي كذا وش بتسوي؟ الله خرج نهائي. كم رقمك الان في فريق الوحده؟ 19. 19. تعرف من هو اللاعب رقم 19 في نادي برشلونة؟ برشلونة 19. وش تشجع؟ فين محلي ولا اوروبا؟ ريال مدريد. في 19 ريال مدريد. 19 ريال مدريد. انا عارف بيجيبوا لنا الاسامي دي منين؟ ما ادري في بس الا ابراهيم فيرميتش. ما لعب. الا ابراهيم فيرميتش في السوني. يا كريم. لا والله ما انا عارف صراحة. طيب عندك سؤال كريم؟ والله ما عندي سؤال. اسمع عندنا كذا اسمها خذ لك بريك حركات. طيب عندنا كلمة ابغاك تقولها 3 مرات، مستعد؟ كلمة واحدة بس. يلا وش الكلمة كريم؟ شيء كريم يقولها. يلا قول وش الكلمة؟ خعاخع. كلمة بسيطة عبارة عن 4 أحرف، قولها 3 مرات. خعاخع. حلو 3 مرات بنفس واحد. لا ترد. خعاخع. لا ما تجي ما أجل. خلها بالتقسيط. أيوه خلي كريم انت قولها. يلا خعاخع. 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 جابها ما جرى تبارك الله. بيلعب اساسي. طيب بسألك الآن وش السيارة اللي معك؟ معايا BMW 2009. ما شاء الله تبارك الله. طيب لو عندك تعبي بنزين 91 ولا 95؟ ما تقبل السيارة. طيب بسألك لو عندك 3 سيارات BMW نفس الفئة اللي عندك ونفس الموديل، أبغاك تهديها ل3 من الزملاء، تهديها لمن؟ أول واحدة أهديها كابتن ماجد الحزاني. كابتن ماجد الحزاني. ما في وسطات. كريم واحدة. لازم ضروري. ضبطتك. والثالثة لأخوي. أخوك اللي هو من؟ ماجد أخوي. ماجد. الله يعطيك ألف صحة وعافية، ما قصرت، كان لقاء طريف وجميل معك. صراحة خفيف ظل. الله يسعدك. الله يعطيك العافية، أنا اللي تشرفت فيكم وتوصوا بكريم على الله يسعدك كابتن خالد. ناظر مع الكاميرا أقول خذ لك بريك. هذا اللي مجنني ولا يرضى يكلمني وشايف
تعبني